السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير، والله وحشتوني جدا جدا. انا مش طالعة النهاردة عشان خاطر اعمل فيديو، لا والله انا طالعة اشرب معاكم كوباية شاي على وابور الجاز، لانكم وحشتوني جدا جدا. وكمان طالعة لكم سبب غيابي يعني طول الفترة دي. آه، اولا الشقة اللي انا نقلت فيها جديد، السبب ان لحد دلوقتي ما فيهاش نت ولا فيها خط ارضي. وطبعا يعني انا مش عارفة لا انزل فيديوهات ولا اي حاجة. وكمان انا مش عارفة الخط الارضي هيدخل ولا مش هيدخل، وهيقعد وقت قد ايه. فطبعا يعني ممكن ما نزلش بالشهر، وده غصب عني يعني. المهم انكم تكونوا بخير، ووحشتوني جدا جدا جدا. وكمان بالمرة هكلمكم عن مشروع مهم جدا بالنسبة لمربي الأرانب والدواجن. بس يلا بينا نشرب كوباية الشاي على وابور الجاز. يلا بينا.
بسم الله ولا إله إلا الله وصلاة وسلاما عليك يا خيرة خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم ويسعد جميع أوقاتكم إن شاء الله تكونوا بخير. ورجعت لكم بفيديو جديد. العواف عليكم يا حبايب قلبي، وحشتوني كتير كتير من الفيديو الأخير. مبدئيا عايزة أقول لكم حاجة يا حبايب قلبي، معلش سامحوني واعذروني. بكل صراحة انا مش هقدر انزل فيديو الا كل اسبوع مرة. ده لسبب، مش لضعف مشاهداتي، لا والله ثم والله ثم والله، ابدا ابدا ابدا. يمكن انا الوحيدة اللي عاملة قناة مش عشان خاطر مشاهداتي العالية او الهابطة او الكلام من ده. والله صدقوا او لا تصدقوا انتم حرين. انما يا حبايب قلبي انا عامله الموضوع ده، انا عندي هوايه فقط ليس اكثر ولا اقل، والله العظيم. يمكن بصوا انا من الناس اللي انتظر ان انا اقبض منها او ما اقبضش منها او الكلام من ده، سايبه الامر القدر الله سبحانه وتعالى البحت. مش من الناس ابدا ابدا ان انا بتصربع على هذا الامر والكلام من ده، ولا ان انا حتى من الناس اللي لازم اصرف واتعب علشان خاطر اعمل فيديو يعجب الناس، علشان خاطر قناتي تكبر والكلام من ده. اتمنى طبعا ان قناتي تكبر بيكم وليكم، ولكن الامر ده مش محض عندي ان هو يكون شيء انا مثلا متصربعة عليه او كده، لا والله ثم والله ثم والله. وصدقوا او لا تصدقوا للمرة التانية انتم حرين. انما لعدة اسباب، من اولها سبب الله لا يجعل احد في الوضع اللي احنا فيه لمرض امي. انا مش فاضية على الاطلاق اطلاقا اطلاقا. وربنا يعين كل واحد على حاله، ويخلي كل ام لبنتها، ويخلي لي امي ويقومها بألف ألف مليون سلامة يا رب، ويرد لها صحتها ويديها طولة العمر. فأنا يمكن مش هقدر أنزل فيديو إلا يمكن كل أسبوع مرة. ممكن بقى أنزل شورتس عبارة عن كوباية شاي، كوباية قهوة، كوباية نسكافيه، كوباية مثلا كاكاو باللبن، حاجة كده سريعة وبسيطة، وإنها مش هتاخد مني وقت. لأن يا جماعة الخير عمل فيديو بياخد وقت جدا. طيب لكيتي في الموضوع كتير وخش بقى يا ام اسامه. هو في ممكن تكون زي ما انا قلت المره اللي فاتت ذكر عقيم، ممكن تكون في بط عقيمه. يا جماعه الخير، وده بيرجع للجينات الوراثيه، ده بيرجع لحاجات تانية كتير. هنتكلم بقى عن انجح المشاريع اللي تنجح في البيت. من الحاجات اللي بتنجح جدا جدا وحلوة بصراحة اللي هي الدواجن. عندك انت الداجن بيبيض بيضة مثلا يوم ويوم، وفي دواجن بتبيض كل يوم. ممكن ده لما تهتم بيها وتهتم بالعلف البياض. ايوه في وفي نوع من الدواجن مهما اهتميتي بالعلف البياض صدقيني برضك ما بيبقى انتاجه كده ضعيف. من الدواجن اللي انا ربيتها الحلوة الجميلة الدواجن الفيومي البلدي. بس البلدي ما بتشيلش لحم، هي بتنتج منتجة في البيض. طيب من المشاريع اللي هي 3/4 بقى بيفشل والربع بينجح، اللي هو مشروع ايه يا ام اسامه؟ خلينا نتكلم كده بمصداقيه كده بصراحه. من الحاجات اللي انا ربيتها، اللهم صل على رسول الله. هل صليتم على رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ صلوا على رسول الله.
وبتمرض بسرعة جدا جدا، وعلاجها سريع برضو في نفس الوقت. يعني ايه بتمرض بسرعة وعلاجها سريع؟ هي في كده. هو مشروع الأرنب. طب بتنصحينا نربيه يا ام أسامة ولا لا؟ هقولك بصراحة، هو مشروع علشان خاطر ينجح لازم يكون انتي صرفتي وكلفتي عليه قوي اكتر من تربية الطير والفراخ. الفراخ دي والله بنتي بتجيبيها وتطلقيها على السطح، كذلك البط والوز والرومي. الارنب البلدي، الارنب البلدي شوفوا في البرد في الحر في الشرد في اي مكان يعيش. بس هو عيبه ايه؟ ان هو ما بيشيلش لحم. الارنب البلدي بصراحه ما بيشيلش لحم، ما بيشيلش اوزان، فمشروع لا، انت بتربيه بس على قد بيتك كده. اما ارانب السلاله بقى علشان خاطر تنجح انت لازم يكون عندك مبرد، لازم يكون عندك سلكات، والمبرد غالي جدا والسلكه غاليه جدا. المبرد هيستعمل عليك كهرباء كتير جدا. تمام. السلاكه غاليه، بقت غاليه جدا. السلاكه دلوقتي يعني تقريبا عدت ال 3000. ماشي. فانت بقى عشان تجيبي تعملي مشروع الارنب، ما بس اعمل حاجه في ايه؟ هو انا سبحان الله يحبك التصوير كده من هنا وكله بقى يشتغل. اللي يعدي في الشارع يقول لك تلاجات، خلطت الميه، سخانات، مش عارفه ايه، اي حاجه كده. ربنا يهديهم ويصلح حالهم، ربنا يهديهم. فطيب حضرتك انت مثلا هتروحي تجيبي نتايتين وذكر عشان تربيهم. لازم انت بقى تجيبي مبرد. طب هتجيبي نتايتين وذكر تجيبي لهم الليله دي كلها سلاكه ومبرد والكلام من ده؟ وبعدين حتى لو انت هتشتريهم ونجحوا معاكي، مشكلة الأرنب هي الجرب يا جماعة الخير. طيب في حاجة تانية كمان بتاخد وقت جدا. طيب انت ست نشيطة زي كده ومش هتفرق معاكي الوقت والكلام من ده، وهتقدري ايه توفر لهم وقت والكلام من ده. الأدوية لازم تكون عندك. بصي، الصيدلية البطارية المصغرة، والله العظيم بجد. اعملي حسابك ان الارنب هيجيله جرب. الارنب بيتولد والجرب عنده. تمام. اعملي حسابك ان الارنب هيجيله العرقوب، لازم يكون عندك دواء للعرقوب. ان الارنبه هتجيلها التهاب للرحم، الكلام من ده. كل هذه الادويه غاليه بجد غاليه. فانت عايزه راس مال كويس عشان خاطر المشروع ينجح معاكي. طيب السلالات ديت الحر بيأذيها جدا، البرد بيأذيها جدا، ما بتتحملش. طب مشروع الارنب كده يعني انا مش عايزه اقول لكم 3/4 فاشل والربع ناجح. اللي هو انت بقى هتجيبيهم وتعملي بقى اصل كده للمشروع عندك من مثلا من سلكات، من مبرد، من مكان هتقدري انك انتي تبعديهم عن الحر وعن السقعة. ما بيتحملوش، الانواع دي ما بتتحملش. فاذا ما انجح مشروع فيهم هو الدواجن بصراحة. واذا وصلتي معايا لحد هنا ما تنسانيش من اللايك والشير. لايك مجدع منكم، لايك فضلا وليس امرا. يمكن مش عايزه اقول لكم ان مشروع البط انجح منه. على الاقل انتي بتاخدي من نتاية البط 6 بطون في السنه. بالفرخه بتاخدي منها بيضه كل يوم او على الاقل يوم ويوم. فانا عن نفسي اقدر امشي في مشروع الدواجن، واقدر امشي في مشروع مثلا البط كويس جدا. طب انت كده بتوصفي لنا مشروع الارنب انه مشروع فاشل؟ لا، انا مش وصلت ان هو فاشل. انا قلت لكم 3/4 فشل والربع النجاح. انك انت لو عندك
إمكانيات لهذا الأمر. طيب لو انت هتشتري بقى أرانب وحابة تربيها وعندك الإمكانيات، ما تبقيش تشتري أرنبة مستعملة خالص ولدت عند صاحبها. انت لو اشتريتيها كده هتديكي بطن وهتديكي 2 ومش هتديكي تاني. والبطن بقى اللي هتديها لك اي واحد بيبيع لك أرنبة بتولد، يا إما بتولد واحدة، يا إما بتولد 2، يا إما الخصوبة عندها ضعيفة، بيبيعها كده المشاكل. أما تروحي تشتري تشتري إيه؟ تشتري أرنبة بكرية. كذلك الطيور، لما تحب تضمني طيرة حلوة، حابة تشتري بط للتربية عشان تطلعي منه سلالة، تشتريها من مزرعة موثوق منها تديكي حاجة حلوة وكويسة. ما تروحوش تشتري شراء عشوائي زي السوق. 3/4 اللي بينزلوا السوق دول يا إما البطة ما بتبيضش، يا إما بيضها ضعيف، يا إما هي بتبيعلك البطة اللي هي يلا منها للحلة كده. لما تشتري حتى من السوق تمام، انزلي اشتري الحاجة الصغيرة. واذا وصلتي معايا لحد هنا ما تنسانيش من لايك وشير. لايك مجدع منكم، لايك فضلا وليس امرا. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسانيش من لايك والشير. لايك مجدع منكم، لايك فضلا وليس امرا. البط هنا عنده دمعه العين، تعملوا له ايه لو عنده دمعه العين؟ انت بتقولي ان عنده دمعه العين خالص وخلاص وتسكتي؟ لا 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 لا, لا مش ما تسكتوش. ده جزء من اجزاء البرد. لازم تحطوا لها ليمون في الميه. حاجات سهله وبسيطه خالص، حاجات بسيطه جدا. تربيه الطيور يا جماعه الخير اسهل مما تكون. اللهم صل على رسول الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اذا وصلت معايا لحد هنا ما تنسونوش من اللايك والشير. لايك مجدع منكم، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.